السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اتعلمنا في الفيديو اللي فات ازاي ان احنا نفرق ما بين المفرد والمثنى والجمع. النهاردة هنعرف ازاي نحول المفرد لجمع. بس قبل ما ادخل يا شطار في الدرس تعالوا نفتكر ايه هو اول ركن في اركان الاسلام. مين اللي هيقول؟ برافو يا محمد، الشهادتان. يعني ايه الشهادتان يا شطار؟ يعني ان احنا نقول بقلبنا ولساننا اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. يعني ايه الكلام ده يا مس؟ عرفيني. يعني يا حبيبي مفيش حد في الدنيا دي كلها يستحق ان انا اعبده واسجد له واحبه غير ربنا سبحانه وتعالى، وان ربنا سبحانه وتعالى بعت لنا سيدنا محمد عشان يعرفنا طريقنا الصح من الغلط وياخدنا معاه الجنة ان شاء الله. ان شاء الله المرة الجاية ناخد الركن التاني ونشوفه هو هيقول ايه. يلا بينا على درسنا. سامعين؟ ها، في بطل خارج جاي دلوقتي حالا اسمه سوبر الجمع. سوبر الجمع دي شغلته ايه يا مس؟ شغلته يا حبايبي ان لما يلاقي كلمة واحدة زعلانة لوحدها بيخليها مجموعة كبيرة فرحانة. يلا بينا نشوف سوبر الجمع هيعمل ايه النهاردة معانا. يلا بينا. اتفقنا يا حبايبي ان الجمع ليه 3 اخوات. اول جمع عندنا هو جمع مذكر سالم، وتاني جمع مؤنث سالم، وتالت جمع تكسير. هناخد النهارده مع بعض جمع مذكر السالم اللي هو ايه يا مس؟ اللي بيبقى في اخره واو ونون او ياء ونون. طيب يلا تيجي نحول الكلمات. يلا بينا يا مس. بنحط كلمة معلم ده اهي زي ما هي كده اهو، ونقوم مزود ليهم واو ونون او ياء ونون. طيب يا مس انا عايزة اعرف ان الجمع ده هقول عليه جمع مذكر ازاي؟ نسأل نفسنا يا مس ده مذكر؟ مذكر. عاقل؟ عاقل يا مس. يبقى نحط الكلمة زي ما هي سليمة ونزود الواو والنون او ياء ونون. تبقى معلم هتبقى معلمون او معلمين. طيب كلمة مهندس يا مس نحط الكلمة زي ما هي ونيم الحرف الأخير وزود الواو والنون أو الياء والنون. طيب مسلم يا مس نفس النظام يا حبايبي، هتبقى الكلمة زي ما هي ونزود الواو والنون أو الياء والنون. طيب تعالوا كده مع بعض. كلمة فلاح انا عايزه اطبق عليها الشروط بتاعه الجمع. فلاح ده مش مذكر؟ يبقى على طول نحوله لجمع مذكر سالم. حط الكلمه زي ما هي وننيم الحرف الاخير ونزود الواو والنون، هتبقى فلاحون او فلاحين. تمام كده. طيب كلمه صادق نفس الكلام يا مس. صادق ده مش بينطبق برضو على الانسان اللي هو البشر؟ طب مذكر ولا مش مذكر؟ مذكر. يبقى نحط ايه؟ حط الكلمة زي ما هي ونيم الحرف الاخير وحط الواو والنون، هتبقى صادقون او صادقين. طيب يا مس كلمة نشيط حط الكلمة زي ما هي يا مس وزود الواو والنون أو الياء والنون، هتبقى نشيطون أو نشيطين. طيب يا مس مش أي كلمة يا حبايبي فيها ياء ونون تبقى جمع مذكر سالم. اديني مثال يا مس. عندي كلمة ميادين. ايه ده يا مس؟ ما هي جمع كتير اهي. يا حبيبي تعالى نشوف ان هي جمع مذكر ولا لا. تعالى نطبق الشروط بتاعتنا. جمع المذكر أول حاجة لازم يكون عاقل، تاني حاجة لازم يكون زيادة عن الاتنين، تالت حاجة لازم يكون منتهي بواو ونون أو ياء ونون. طيب رابع حاجة يا حبايبي، رابع حاجة ان انا اعرف احط الكلمة ده واعرف اشيل منها الياء والنون، هتديني الكلمة بتاعتي سليمة ما فيهاش اي تغيير. لو انا شلت الياء والنون في كلمة ميادين هيديني مياد، ينفع؟ لا. طيب كمان ما هي مش عاقل، هي غير عاقل طبعا يا مس، يبقى ما تنفعش خالص. طب كلمة مساكين
طب يا مس تعالى نحقق الشروط، تعالوا. ها، اسم عاقل لا، ادي تاني شرط وقع. ها، فيها ياء ونون يا مس. طيب لو انا شلت الياء والنون هتبقى اسمها مساك، غلط، يبقى ما تنفعش. يبقى مش اي كلمة يا حبايبي فيها ياء ونون او واو ونون نقول عليها الجمع الا اذا احنا طبقنا عليها الشروط بتاعتنا. اول حاجة لازم تكون عاقل، تاني حاجة زيادة عن الاتنين، تالت حاجة فيها واو ونون او ياء ونون، وان هي تكون اسم ازاي يا مس؟ يعني ما ينفعش تكون فعل؟ لا ما ينفعش خالص. كلمة يركبون كتير قوي من الطلاب يقوم حاططها جمع عشان فيها واو ونون، بس تعالى يا حبيبي طبق الشروط ان اول حاجة في الجمع لازم يكون اسم، برضو المثنى برضو تكون اسماء. اذا دي فعل ما تنفعش يا مس ان هي تكون جمع مذكر سالم. طيب يا حبايبي لو انا قلت تعالى كده مع بعض نصنف الكلمات ده اهي الى جمع مذكر سالم. تعالى كده، كلمة معلمون جمع ولا لا يا مس؟ تعالى نطبق الشروط، تعالوا يلا. ها، اسم يا مس ها، فيها واو ونون يا مس ها، معلم يا مس مذكر عاقل يا مس طب لو انا شلت الواو والنون هتديني الكلمة سليمة يا مس؟ معلم يبقى اذا دي صح يا مس، جمع مذكر سالم. كذلك نشيطون، ها، اسم يا مس عاقل يا مس مذكر يا مس شيل الواو والنون يا مس هيديني الكلمة سليمة اذا هي على طول جمع مذكر سالم. كذلك برضه بتنطبق على مشاهدون، شيل الواو والنون كده اهو هتبقى مشاهد، ادتني الكلمة سليمة يبقى على طول جمع يا مس. طب كلمة فنون ايه ده يا مس؟ اسم عاقل لا، طب ما فيها واو ونون، طب شيل الواو والنون كده ادتني فن، ادتني مفرد فن عادي. طب هي عاقل؟ لا يا مس، لازم الجمع المذكر يكون عاقل، يبقى ده ما تنفعش. طيب كلمة يلعبون أول على طول ما اشوف ياء، لا ده فيها ياء يا مس، فعل ما تنفعش. طيب كلمة مهندسون هي مس فيها واو ونون طب شيل الواو والنون كده ادتني الكلمة سليمة تبقى مهندس صح يا مس، هتبقى مهندس تنفع. مهندسون قصدي، معلمون، ها، نشيطون، ها، مشاهدون، ها. طيب كلمة كمون أعمل إيه عشان أرجع؟ شيل الواو والنون يا مس ادتني كم، ما تنفعش، يبقى على طول دي مش جمع مذكر سالم. طيب كلمة تلميذون، هو احنا عندنا في اللغة العربية إن جمع تلميذ تلميذون؟ لا يا مس، احنا عارفين من زمان إن كلمة تلميذ جمعها تلاميذ. طيب كلمة مساكين شيل الياء والنون هتبقى مساك، غلط ما تنفعش يا مس تبقى جمع. طب كلمة مجتهدون مين اللي هيقولها لي؟ ها يلا يا مليك، هعمل ايه؟ برافو، شيل الواو والنون ادتني الكلمة سليمة، مجتهد تنفع يا مس جمع مذكر سالم. وكده يا حبايبي احنا خلصنا الفيديو النهاردة مع بعض، استنوني ان شاء الله المرة الجاية في جمع المؤنث السالم مع التريكات بتاعتنا والملحوظات المهمة اللي ناخد بالنا منها. واستنوني في فيديو جديد مع مس أم البنات.